في مشكلة رهيبة بتواجه أغلب صناع المحتوى وبالتحديد المبتدئين. دلوقتي الموضوع اختلف وما بقاش فيه مشاهدات بعدد الفيديوهات اللي انت بتنزلها يوميا، أو بالمونتاج اللي انت بتعمله، أو حتى بجودة التصوير اللي انت بتعملها. في ناس تصويرها وحش جدا زي اللي انا بصوره لك دوت، من غير ولا مونتاج ولا من غير كاميرا قوية ولا حتى اي حاجة، والمحتوى بتاعها بيوصل لعدد كبير وبيبتدي ينتشر وبيستمر كمان في انتشاره، والصفحة بتاعته ما فيهاش اصلا مشتركين. وفي شخص تاني الصفحة بتاعته عليها ألوفات من المشتركين، والفيديو بتاعه بيوصل لمية 200 شخص والمشاهدات بتقف تماما. طب ليه بيحصل كده؟ كان الأول المنصات وبالذات وبشكل خاص اليوتيوب كان بيعتمد على الجودة والمونتاج والهوكات والتفاعل والحاجات ديت. دلوقتي ما بقاش يعتمد غير على حاجة واحدة بس: تقييم الجمهور للفيديو بتاعك. لو اترشح الفيديو بتاعك في أول الساعات ليه لعدد معين من الجمهور، والجمهور ما حصلش معاه تفاعل، اللي هو كمل الفيديو لحد الآخر أو عمل لايكات أو تعليقات أو حفظ أو شير للفيديو، الفيديو بتاعك هيركن تماما، مش هيظهر لحد، كأنك مش عامله أصلا. طيب تعمل ايه عشان تنقذ نفسك من المشكلة ديت؟ لو انت بتمر بنفس المشكلة، لو انت ما بتمرش كمل في اللي انت فيه. طيب لو انت بتمر بنفس المشكلة، الحل الوحيد اللي انت تركز على المحتوى اللي انت بتقدمه. هل المحتوى اللي انت بتقدمه ده محتوى انت بتحبه، مقتنع بيه، فاهم فيه؟ لو انت مفيش الكلام دوت، خلاص ابتدي فكر في الحاجة اللي انت بتحبها، الحاجة اللي انت عندك فضول ان انت تتعلمها. تمام كده يا معلم؟ تمام كده. طيب لما تبتدي تختار المحتوى اللي انت هتعمله، فكك من الناس اللي هي بتبتدي تقولك اختار محتوى ترند وابتدي اعرضه. لو اخترت محتوى ترند وانت مش فاهم فيه، مش هيحصل عندك تفاعل ومجهودك هيضيع على الفاضي مهما كان التكلفة اللي انت عاملها في تصوير الفيديوهات بتاعتك. من الاخر كده، ابني جمهور حقيقي يكون بيحب محتواك اللي انت اصلا بتحبه او اللي انت عندك خبرة فيه، وحاول تطور من الخبرة دي، او حاول تطور من الحاجة اللي انت بتحبها ديت. هتبني جمهور حقيقي والقناة بتاعتك هتكبر بشكل كبير جدا.